فاكرين مسلسل جذور؟ المسلسل الأمريكي القديم بتاع كونتا كنتي، الشاب اللي اتخطف من أفريقيا واتباع كعبد، بس فضل طول عمره يقاوم وأصر إنه يفضل اسمه زي ما هو وما يستسلمش للذل. العمل ده علم العالم كله يعني إيه كرامة وإنسانية وصمود. ودلوقتي خالد دياب راجع بحاجة شكلها على نفس الطراز بس بروح مصرية، حاجة تقيلة، فيلم اسمه أسد. أول ما الإعلان نزل الناس اتصدمت من أول لقطة، النفس المتقطع، الكاميرا القريبة من وش البطل، العرق، الصوت، كل حاجة حقيقية لدرجة إنك تحس إنك جوه جسده. اللقطة دي لوحدها تقولك إنك داخل على تجربة مش عادية. وبعدين تبدأ اللقطات تتصارع، ضرب، نار، جري، زعيق، عيون فيها وجع. واضح إن القصة فيها صراع كبير، مش بس أكشن لكن صراع وجود، يمكن بين الإنسان ونفسه أو بينه وبين عالم ظالم. ماجد الكدواني بيظهر في لقطة قصيرة جدا لكن تقيلة جدا، من النوع اللي يخليك تعيد المشهد مرتين عشان تفهم هو فين في اللعبة دي. وشكله في الإعلان يوحي إنه شخصية رمادية، يعني ممكن يكون العدو أو ممكن يكون المرشد، الله أعلم. أما الأبطال التانيين كل واحد واخد مساحته بدقة، مفيش كمالة عدد، كل لقطة ليها معنى وكل نظرة متصورة كأنها لوحة فنية. نيجي بقى للإخراج والتصوير، الإضاءة داكنة أغلب الوقت، فيها رماد وتراب وملامح وجوه بتتكلم من قبل ما الناس تتكلم. اللون البني والأصفر الترابي بيخليك تحس إنك في عالم مهجور أو نهاية حرب. التصوير نفسه فيه حركة كاميرا محسوبة جدا، كأنها عين حد بيتنفس الخطر، مش كاميرا عادية بتصور مشهد أكشن. وده بيقول إن الفيلم مش بس معمول عشان يبهر لكن عشان يحسسك، يخليك جوه الحالة. وفي النهاية لما يطلع اسم أسد على الشاشة تحس إن العنوان مش عن حيوان لكن عن الحالة، عن القوة اللي بتتولد من القهر.